عارف الإحساس لمّا تبقى قاعد في البيت لوحدك وما فيش حد، وفجأة تجري وتفتح اللاب وتتفرّج على مدام ويب. أيوه هو ده بالضبط الإحساس اللي أنا حسّيته. أنا الفيلم ده نازل بقى له فترة كبيرة وقررت أشوفه امبارح، مش عارف ليه، بس قُلت أكيد الناس دي ظلماه يعني، قُلت مش معقول الفيلم في حاجة غلط، تحس إنك بتتفرّج في حاجة بتحصل غلط أنت مش فاهمها. الفيلم تحسّه في حتّة حاجة مش مفهومة. أنا واحد من الناس ما ليش أوي في أفلام الأبطال الخارقين، بس كنت حابب أشوف شخصية زي دي. يعني شخصية مدام ويب أنا شُفتها في كذا فيلم وفي كذا كوميك، مش كذا كوميك باقراهم يعني كذا كوميك book movie اللي هو أفلام زي spider man to spider verse والحاجات دي. كانت شخصية جامدة، فكنت حابب إنها تتمثّل بشكل أحلى على الشاشة، بس تيجي تخُش تتفرّج تلاقي الcast مين، سيدني سويني، داكوتا جونسون، والبت اللي عملت فيلم دورة وعملت The Last of Us. ال3 دول أنا ممكن أتفرّج عليهم في فيلم، بس مش فيلم سينمائي. وصدّق أو لا ما تصدّقش يعني اللي عمل الفيلم ده هي واحدة وده الفيلم الوحيد اللي أخرجته، وأخرجت حلقة من مسلسل، والمسلسل ده هو Game of Thrones. هتسألني فين الحلقة دي؟ أقول لك الحلقة ما اتعرضتش لأنها كانت زي الخرا. ومهما اتكلمت وقُلت بصراحة الcasting كان قوي جدًا يعني، مهما كان الشباب اللي كانت بتمثل ممثلين برضه عاملين قلق بقى لهم حبة في هوليوود، فإزاي فيلم زي ده ما ينجحش بحجم بcast بالحجم ده، إزاي؟ أنا سمعت إن داكوتا جونسون أول ما التريلر نزل وأنا باقلِّب فصلت وكيل أعمالها، بجد. وشُفت لها كذا interview وهي بتتكلم عن الفيلم، هي مش طايقاه، هي بجد قرفانة منه، وبتحاول تتهرّب من أي حد بيسألها عن الفيلم، ما تفهمش إيه اللي حصل. اتكلم بقى عن الفيلم بسرعة. الفيلم بيبدأ في غابات الأمازون في أوائل السبعينيات، بفريق بحث بقيادة ولي أمها، اللي هي كانت حامل في الشهر التاسع، اللي هي أم ويب، داكوتا جونسون. تفتكر ليه راحت غابات الأمازون وهي حامل في الشهر التاسع؟ يعني بتحب العناكب، يعني أنت هي بتحب العناكب جدًا، ماشية في نُص الغابة وسط القلق ده كله وهي حامل. أنا مش عارف إيه قصة الحوامل في السينما والله وفي المسلسلات. يعني نفس المشهد ده برضه كان موجود في Last of Us لمّا كانوا ممسكين البت الشيفت، فالله وكانت حامل برضه. يعني أنا مش فاهم يعني إيه اللي حصل للكُتّاب، إيه اللي حصل للستات الجميلة اللي يعني بتقعد في البيت بتطبخ لجوزها. المهم الفيلم بيكمّل وبتلاقي العنكبوت اللي كانت بتدوّر عليه، وإيه اللي بيحصل بقى، بعد ما بتلاقي العنكبوت هوب بيخونها إيزيكيل، الراجل اللي هو أبو شعر ده اللي كان خايف من سيد سويني ده. طب هو ليه خانها؟ عشان العنكبوت، تقول لي عشان العنكبوت هو محتاج العنكبوت ده وبتاع. أقول لك يعني أنا مش عارف، بس اللي أعرفه إن في عناكب كتير، يعني كان ممكن ينقي اللي هو عايزه، بس هو تقريبًا كان مستني العنكبوت ده بالذات. أو بُص هو يعني هو كده، يعني هو ده الفيلم. بس الأستاذة وِب الكبيرة كانت حظها حلو، نزل شوية ناس عناكب كده من الشجر وجُم يساعدوها، وبالمناسبة كان شكلهم غريب فشخ، يعني أنا ما كنتش عارف أشتري إن هُم يعني مش قادر أحدد بصراحة. شالوها وعشان هي يعني شالوها وودّوها تولد وبتاع، ولّدوها، بس إيه اللي حصل بقى، ماتت. خلاص كده، بيحصل فجأة cut ل2003 تبقى داكوتا جونسون سايقة عربية إسعاف في نيويورك. هتقول لي ما هي كانت طب ما هي مش اتولدت في الغابات الاستوائية والّا هُم يعني الناس العناكب دي ودّيتها إزاي نيويورك وراحت إزاي، والّا شحنوها DHL ما تفهمش. الأغرب إن داكوتا جونسون كانت شغّالة مع العم بن عم عم سبايدر مان، يعني سبحان الله. دلوقتي كده نسأل شوية أسئلة، إيه اللي جاب كاساندرا أمريكا؟ طب مين اللي ربّاها؟ وإزاي قبيلة مرمية في الغابات الاستوائية عرفت توصل للسفارة الأمريكية؟ كل دي أسئلة أنت مش محتاج لها إجابة، لإن الفيلم أبسط من كده بكتير، الفيلم ما فيهوش سِنّة تفكير. المهم كاسي وهي في شغلها بتتعرّض لحادثة صعبة جدًا بتخلّيها تعرف إنها تقدر تشوف المستقبل، والرجل السبايدر مان ده اللي هو أبو شعر، أيوه اسمه إيزيكيل، أيوه هو ده، بيحلم ب3 بنات، سيدني سويني والبت بتاعة دورة، والبت التانية مش عارف اسمها إيه دي، يعني بيموّتوه ب يعني هُم لابسين سبايدر مان. يا مان أنا لو مكانك هافتح إيدي كده وهاستنى سيدني سوني تيجي تموّتني، يا جدع عيب على شعرك والله، ألَمّن سيدني سوني اللي تموّتها. الراجل بقى بياخد الموضوع بجد أوي،
وبيقرر إن هو يقتلهم قبل ما هُم يقتلوه، قال لي الراجل بيحافظ على نَفْسه يا سيد لازم تقف جنبه وتساعده وبتاع. لأ يعني أنا لو حلمت بحلم زي ده يعني طبيعي، يعني ده طبيعي جدًا. فيعمل حاجة صايعة فشخ في 2003 يوصّل دماغه على كمبيوتر ويجيب منها صور البنات اللي هاجموه في الحلم ويدوّر عليهم. الكلام ده إمتى؟ في 2003. وقتها كان نوكيا أقوى حاجة في السوق، بس هنقول عادي برضه ممكن هو كان عنده تكنولوجيا مش موجودة عند حد. المهم بعد كده كاسي بتسبقه وبتوصل للبنات دي قبله، بتاخدهم بتحطهم في حتة كويسة فين عشان ما يتخطفوش في نُص الغابة، وتروح تقرا مذكرة في البيت، يعني تقعد تقراها في البيت، ما تاخدهاش مثلًا تيجي برضه يعني المهم يعني بترجع تاني بتلاقيهم مستنيينها برضه، بس مش في الغابة قاعدين في بار وبتلحقهم في آخر لحظة. ليه بقى؟ عشان الرجل الSpider Man لحقهم اللي اسمه إيزيكيل وكان لسه هيخش يموتهم، وهي اللي لحقتهم في آخر لحظة وخبطته في العربية وخدتهم وهربت، وبعدين تسيبهم على عم بن وترجع على البيت تجهّز شنطتها وتسافر تاني على غابات الأمازون بتدوّر على قبيلة العناكب اللي آخر مرّة شافتهم كانت من 30 سنة. ما ده شيء منطقي جدًا يعني ده الطبيعي، ده اللي بيحصل عامةً يعني في أي حتّة في الدنيا. طبعًا يعني مش قلقان إيزيكيل يرجع يلاقيهم مرّة تانية. ليه بقى؟ عشان عم بن يا باشا، يعني الراجل الراجل ليه تاريخ مع العناكب يعني، الراجل بيفهم فيهم كويس، يعني بيفهم في الناس يعني يعني أنت فاهم؟ كده. هو الفكرة بقى يعني الأوسخ بقى يعني خالد بن الوسخة الحقيقة الكاتب، إنها تنزل من الطيارة فجأة تلاقي القبيلة وسط 5000 ألف مكان في الغابات الاستوائية، تنزل في نفس المكان من الطيارة تلاقي الشباب العناكب، وتخش الأستاذة تتدرب تمرينتين كده 4 في 12 فجأة تعرف تستخدم إيه، قوتها وتبقى إيه، البت الموت اللي هتيجي إيه تخلّص الكلام. بس للأسف مرات العم بن بتروح تولد، خسارة، تروح تولد في نفس الوقت اللي فيه البنات هناك ومشكلة كبيرة برضه. فياخدها على المستشفى وهي ببنات وبالصدفة الرجل السبايدر مان يلحقهم تاني ويجري وراهم ولسه هاجم عليهم بوم! بتظهر من ورا الأستاذة كاسي داكوتا جونسون بعربية وبتنُط عليه نفس المَرّة بتاعة البار لمّا البنات كانت بترقص. بالمناسبة المشهد بتاع سيدني سويني يعني كان يعني افتكرت لسه دلوقتي مشهد سيدني سويني بالبدلة بتاعة سبايدر مان، موت، بجد موت. حتى ده مش موجود. وبعدين بيعملوا إيه بقى، بيجروا البنات وبيسوّحوه، بيخشوا في مصنع صواريخ كده، يقعدوا إيه، يهوشوه وبتاع وما بياخدش باله وبيجروا منّه، وفي الآخر بيموت ولمّا بتُقع عليه يافطة بس بقى مش هتصدّق بقى في صاروخ ضرب كاسي في عينيها. يعني بجد في صاروخ ضرب كاسي في عينيها واتعمت. هتقول لي بقى هي مش بتشوف المستقبل، المفروض تشوف الصاروخ وجع عينيها دي. يعني هاقول لك بُص هي يعني هي القصة كده، أنت عاجبك مش عاجبك إن شاء الله إنك ما اتفرّجت، هي في الآخر لازم ما دام موت بتكون عميا. والفيلم بيخلص بولادة بيتر باركر. طبعًا هُم ما بيقولوش ده عشان حقوق مارفل، بس الواضح طبعًا إن هو يعني وكاسي بتوعد البنات إنها تدرّبهم عشان يبقوا جامدين موت يعني. طبعًا يعني السؤال اللي شاغل بالك دلوقتي، الحاجة اللي أنت كنت جاي داخل عشانها من الفيلم أساسًا، إمتى هاشوف سيدني سويني بالبدلة بتاعة سبايدر مان؟ هاقول لك مش هتشوفها أساسًا، هو مشهدين بالضبط يعني ما يكمّلوش 4 ثواني الاتنين على بعض. أنا عارف اللي بييجي في دماغك دلوقتي، أنت بتقول إن دي مدة كافية جدًا بالنسبة لك أنت وبس، مش عندي اللي في دماغك ده. سيناريو فاضي، تصوير فاضي، فيلم فاضي، في لقطات في المونتاج كان في مشكلة في الصوت، ما كانش الصوت راكب مع الصورة، فمش كأنهم قلبوا الفيلم ده عشان يخلصوا وخلاص. ممكن الفيلم يتبنى أفكار عميقة أكتر زي إنك ما تعرفش تغيّر المستقبل حتى وأنت عارفه، يعني زي التراجيديا بتاعة أو التضحية اللي الشخصية الكبيرة بتعملها عشان تنقذ الشخصيات الصغيرة، حاجات كتير. بس الفيلم قال لك اعمل كام sketch أنت فاهم وإعلانين ونروّح، أهم حاجة بس إيه نقبض وأنت فاهم ونخلص بقى عشان وجع الدماغ. صارت وقت والله. كان ممكن أعمل أي حاجة تاني في الساعتين دول، يعني أي حاجة بجد. يعني حتى يعني برضه ما فيش أي لازمة. الحمد لله مش مشكلة. يالّا سلام. Come on. O'Neal, come on. O'Neal, come on. O'Neal.